سباب وهجوم شرس من المستشار مرتضى منصور في حق عدد كبير من الإعلاميين والرياضيين بعد كلامهم عنه الفترة اللي فاتت، وشكل كده الموضوع ماشي في سكة مش حلوة شويتين. أبرزهم كانوا أحمد موسى وعمرو أديب، بس يا ترى مين تاني من الإعلاميين اللي هاجمهم المستشار مرتضى منصور وليه عمل كده؟ كل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أنا آية الوليلي، كمل الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. خناقة كبيرة بين المستشار مرتضى منصور وعدد كبير من الإعلاميين منصوبة دلوقتي فيها هجوم كبير جدا. المستشار مرتضى منصور مرة واحدة طلع يهاجم بشدة عدد كبير من الإعلاميين والرياضيين، منهم أحمد موسى بعد كلامه الأخير عن البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، وكان رد المستشار عليه صعب قوي وقال من قيمته. قال على أحمد موسى إنه مخبر والشعب كله مش طايقه وبيقول عليه إنه مخبر، وشايف انه كلامه على فيريرا بشكل كويس بعد ما مشي بقرار من المستشار انه تدخل في شؤون نادي الزمالك، وما كانش يحق لاحمد موسى انه يتكلم خالص عن فيريرا ولا الطريقه اللي مشي بيها. وبعد ما مسك الاعلامي عمرو اديب واللي معروف انه زملكاوي جدا ولكنه بيدافع عن فيريرا برضه، قال عنه انه بتاع شو وبيحب الفلوس وبيعمل كده للشو مش اكتر. ودخل على الخط كابتن احمد شوبير لما مرتضى منصور سمع انه اتهموا ان السبب في رحيل مارك كلاتنبرغ اللي كان ماسك لجنه الحكام المصريه، وقال نصا كده: شوبير بيقول مين اللي هيحاسب على الفاتوره؟ امك هي اللي هتحاسب يا شوبير. وده طبعا خلى الكابتن احمد شوبير غضبان جدا ولمح بكلام على مرتضى منصور، ما هو طبعا ما يقدرش يجيب اسمه نصا. وكتب شوبير على تويتر: الحقيقه انت محتاج لا اله الا الله علشان تحاسب لك على الصفقات، مش امي انا بس. وبعد ما المستشار خلص من خناقته مع الاعلاميين طلع يتكلم عن تقنيه الفار وكانت في الدوري، وهاجم بسببها جمال علام وحازم امام واتهمهم بانهم السبب في تعطل تقنيه الفار في مباريات الزمالك الأخيرة، وقال إن جمال علام وحازم إمام هم السبب. سبحان الله، مع إن حازم إمام ابن نادي الزمالك ومن ولاد النادي برضه. المستشار قال على حازم إمام إن كل اللي شغله المشاريع الخاصة مش فاضي لنادي الزمالك، رغم إنه هو اللي صنع اسمه. ده كمان جاب سيرة الحكام والمخرجين وكل واحد تقريبا ليه علاقة بالكرة في مصر، سواء كان لاعب أو بيصور المباريات حتى. مرتضى قال على المخرجين دول منحرفين هم والمذيعين، وانه لولا هو كان المخرجين دول بوظوا الماتشات على جماهير نادي الزمالك. ووجه رساله للجهاز الفني للزمالك وقال عليهم رجال وجميعهم اولاد النادي، هم والجماهير اللي بتقوم بدعم النادي والوقوف خلف الفريق، وانه بسببهم هيعلن عن مفاجاه قبل نهايه الشهر، وهي انه مش هيكون في مستحقات للاعبين، مش عارفين ازاي بس ممكن ده يحصل. ده مرتضى منصور يعني. وطبعا كما هي العاده مش هنخلص من حوار مدرب نادي الزمالك اللي مشي بالساهل، لازم نفضل فيه شويه حلوين. المستشار مرتضى منصور ما بطلش كلام على فيريرا مدرب النادي السابق اللي على الرغم من الراجل مشي من كام يوم، بس المستشار برضه مكمل كلام عليه، وقال انه مشاه اصلا رغبه في راي اعضاء نادي الزمالك، وانه عمل تصويت بينهم وبين بعض كده. التصويت ده قال ان لازم فيريرا يمشي فورا بعد الخسائر اللي وقع فيها النادي الفتره اللي فاتت. وفي نفس القعده اللي جاب فيها سيره فيريرا جاب سيره مرتضى ابنه، بس طبعا بطريقه كويسه، وقال ان اعضاء النادي هم اللي ما رضيوش يقبلوا الاستقاله اللي كان متقدم بيها، وعلشان كده هو ما قبلهاش. لحد هنا ونكون لخصنا الخناقه اللي عملها المستشار مرتضى منصور في حق عدد كبير من الاعلاميين. تفتكروا هل المستشار هيكتفي باللي جاب اسمائهم دول ولا هيجيب في سيره ناس تانيين؟ اكتبوا لنا رايكم في التعليقات.